النادي الإفريقي زلزال في الحديقة وصراع الصدارة يشتعل. بينما كانت عقارب الساعة تشير إلى منتصف الليل 5 فبراير 2026 لم تكن الأضواء في مقر النادي الإفريقي تنطفئ. الأجواء مشحونة والأنفاس محبوسة، والسبب تقرير مالي صادم وضع الجماهير أمام الحقيقة العارية. عجز بقيمة 7.5 مليون دينار. لكن وكما جرت العادة في القلعة الحمراء والبيضاء، فإن الأزمات لا تزيد هذا النادي إلا إصرار. الاستعداد لمعركة صفاقس الصدر أو لا شيء. في صباح اليوم 6 فبراير كانت أرضية التمارين تشهد حالة طوارئ فنية. المدرب يضع اللمسات الأخيرة واللاعبون يدركون أن مواجهة النادي الصفاقسي يوم الأحد القادم ليست مجرد مباراة ب3 نقاط فقط، بل هي صراع وجودي للحفاظ على عرش الصدارة. ب41 نقطة في الرصيد يجد النادي الإفريقي نفسه في فوهة البركان، فالترجي يطارد بطراوة وأي تعثر التنازل عن القمة. الضغط النفسي في غرف الملابس وصل لأقصى درجاته، والرسالة كانت واضحة جدا. القميص الذي ترتدونه يزن أطنان من التاريخ، فلا خيار سوى الانتصار أو لا. أرقام تتحدث وطموح يعانق السماء. بعد 19 جولة من القتال الكروي حقق نادي الشاب 12 انتصار، وهي حاصلة تعكس العمل الجبار الذي قام به الإطار الفني. الجماهير الآن لا تتحدث فقط عن الأداء، بل عن الروح القتال التي عادت للفريق. المنتدبون الجدد وعلى رأسهم بقرة والحرزي أظهروا في حصة تمارين اليوم انسجاما مرعبا يوحي بأن المدفعية جاهزة لدك شباك الخصوم. ما وراء المستطيل الأخضر ثورة الجماهير والوفاء. بعيدا عن التكتيك وأرقام الخبر الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية وهو تحرك الشعب الإفريقي كالعادة. فرغم أن أرقام العجز المالي بدأت حملة الدعم والمبادرات لضخ السيولة في خزينة النادي. هي ملحمة تتجدد، حيث أثبت الكولبيستيا في يومي 5 و6 فبراير أنهم رقم واحد ليس في المدرجات فحسب، بل في حماية كيان النادي من الهزات المالية. فخلاصة اليومين 5 و6 فبراير تحدي مالي، عجز ب7.5 مليون دينار يستنفر الإدارة. تركيز فني، تحضيرات انتحارية لكلاسيكو الصفاقسي. فحسابات الصدارة الإفريقي يتشبث بالمركز الأول ب41 نقطة، ودماء جديدة جاهزية تامة للمنتدبين الجدد لتقديم الإضافة الفورية إن شاء الله، فلما لا. إخواني الكرام، عطونا الاقتراحات ديالكم في التعليقات. يلا نشوفكم في فيديوهات أخرى، وما تنساوش جيم وفعلوا الجرس. يلا مع السلامة.